الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذتي؟ اهلا يا اماني، اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله انا كويسة، كله تمام يا حبيبة قلبي. نبتدي النهاردة ان شاء الله بإذن الله. هنستأنف اسئلتنا في الأسئلة المتنوعة للفقه إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله إن شاء الله. سؤال كده في الأول يا أستاذتي، الأدعية بتاعت القرآن، عشان أنا كنت كده النهاردة كنت عاملة ريل كده، كنت بشجع الناس إن إحنا هنبتدي نحفظ أدعية القرآن الكريم إن شاء الله. فهل وأنا بدعي مثلا أنا بقول إحنا النهاردة أخدنا أول دعاء اللي هو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب. ايوه. هو انا لازم وانا بقول الدعاء لازم اقوله بالتجويد؟ لو انا بقوله دعاء كده لو هو على سبيل الدعاء لا مش لازم بالتجويد، لكن طبعا لو انا بقوله في وسط آية لا طبعا لازم يكون بالتجويد. لا انا مثلا انت بتقولي على سبيل الدعاء على سبيل الدعاء. لا مش مشكلة ابدا. حتى لو حرف وقع مني وانا بقوله كدعاء، ما خدي بالك انت اخدتي الدعاء على اساس ان اخدتي الايه على اساس انها دعاء. أيوة. يعني ممكن انت تغيري فيها، بس مش ان انت نيتك ان انت بتقولي يعني ان هو ده دعاء، يعني ان هو قران كريم. زي مثلا ربنا بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، انت جيتي قلتي حسبي الله ونعم الوكيل. هل ينفع؟ ينفع. انت مش بتقوليها في وسط قران. واخده بالك ازاي؟ انت اخدتيه ككلمات يعني. بس طبعا الاجمل والاحسن ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال نقوله بالظبط. طيب لكن مش اللي هو حرام او لا لان انت خدتيه على سبيل الدعاء. لا بتاخديه على سبيل الدعاء. اوكي. طيب استاذتي، هو ممكن نصلي صلاه القضاء جماعه؟ يعني مثلا انا لو كنت في مكان وكلنا ما صليناش الظهر وهنصليه قضاء، ممكن نصليه جماعه؟ ممكن لان في حادثه للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات قيل ان هي خيبر اتاخروا عن الصلاه، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قاموا يعني فصلوها جماعه كلها صلاه يعني قضاء. ممكن. ممكن. طيب لو الزوج مش بيطلع زكاه، ينفع الزوجه تطلع الزكاه من مصاريف البيت؟ حسب، هل هو مثلا تكاسلا ولا يعني ايه بالظبط؟ ما احنا لازم نعرف برضو الامر عامل ازاي. هل هو بيتكاسل ان هو يطلعها ولا يا رب يسامحني يعني وسامحنا. اللي انا اعرفه ان هو يعني زي ما لا اطلع لي انا محتاج الفلوس يعني. شوفي خدي بالك الامر ده بقى موكل بيه هي. لو هي عايزه تبرئ ذمته هو ممكن تطلع، بس تقول له لازم تقول له عشان يبرئ ذمته، عشان ممكن بعد كده ما يطلعش مثلا تاني. دي مثلا استغفر ربنا يبقى عارف ان هو طلع، تقول له طب بص مالكش دعوه، طب انت زود لي الفلوس وانا مثلا هظبط انا الامور او كده. لكن لو رفض رفض تام، لان خدي بالك هي هتاخد من مصروف البيت. مش من حقها ان هي تاخد من مصروف البيت الا لو هي مستأذناه، حاجات خاصه غير مصروف البيت. واخده بالك ازاي؟ لو هو قال لها لا او كده خلاص يبقى اسمه على نفسه. هي عايزه تطلع الزكاه علشان عايزه البركه تحل في البيت، فخايفه ان هي بصي طبعا هي حاجه كويسه جدا منها، هي ممكن تعمل كده فعلا. بس النقطه لو هي بتاخد حاجات مفروض ان هي يعني تطلع اي فلوس، احنا طبعا دي مؤتمنين على مصاريف البيت، فهي المفروض ان هي مفترض ان هي تقول له يعني لازم تقول انا طلعت كذا عملت كذا يعني. واخده بالك ازاي؟ طيب. خدي بالك طبعا ممكن هو يكون بيديها مصاريف البيت، ممكن تكون اللي هيطلع ممكن يسالها فيها الله طب انا اديتك مبلغ مثلا 100 جنيه الله فين بقى عملتي بيه ايه؟ واخده بالك ازاي؟ ممكن يعني. لكن هي لو هتقولها له بطريقه عارفه زي يقول لك يا اماني اذا صدق منك العزم هديت للحيل. لو هي شويه تقول له طب بص مش هتنعى هم، مش هتعمل حاجه. في حاجات كده مداخل للمراه ما ينفعش ان احنا نقول طق كده على طول، لا ممكن ليها مداخل تقدر ان هي تاخد موافقته ضمنيا. لو اخذت موافقته ضمنيا لها مثلا اعملي اللي انت عايزاه ممكن تطلع، لان على فكره هو محبه فيه هو كمان، لان هو هيفهم شرعا طبعا
وحتى هي لو وفرت من مصروف البيت حاجه، مثلا وفرت حاجه ما هي مش هتصرفها على نفسها، هتدفعها لزكاه. هو ممكن يقول لها لا ما تصرفيهاش مثلا، لا حطيها في حاجه في البيت. هي لو وفرت من فلوس البيت اللي بيديها لها، ما هي بيديها مصروف البيت عشان تجيب بيها اكل وتجيب فاكهه وتجيب بامبرز وتجيب مش عارفه ايه. لو وفرت حاجه استغنت عن حاجه ممكن تدفعها للزكاه. هي لازم تكون حاسباها. برضو هي النقطه في كمان ان هي لازم تتحسب، فلازم تكون عارفه ما يملكه حقيقه. يعني حاجات طبعا اكيد طبعا. هي دي النقطه. بس كنوع من انواع ان انا الافضل والاحسن طبعا ان هي تقول له عشان حاجتين: استئذان ان هي هتاخد من الفلوس ايوه، وكمان في نفس الوقت عشان يبرئ ذمته. يبقى تقول يعني بشكل ممكن يبقى عارفه كل ست كده بيبقى ليها مداخل. مركز زي اماني ممكن تدخل له بقى من ناحيه تانية. طب بص اديني بس قول لي كده وانا هظبط لك الامور، ما تنعش هم، ما تعملش مش عارف ايه كده يعني. خلاص تمام. طيب استاذتي، قراءه سوره الكهف يوم الجمعه سنه؟ الحقيقه هي سنه طبعا، سنه مش فرض اكيد يعني. ما احنا خدناه من الرسول صلى الله عليه وسلم سنه عليه الصلاه والسلام. ومستحبه ان انا طبعا اقراها. البعض قال ان الاحاديث ضعيفه والبعض قال ان الاحاديث حسنه في سوره الكهف، فمستحب ان انا اقراها طبعا. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقراها كل يوم جمعه؟ قيل ان هي كان طبعا. اوكي طيب. حاجه بقى طبعا اكيد يطول شرحها، بس احنا عايزين ملخص كده. المسح على الشراب نوعه وقولي لنا، كلمينا عنه بقى يا استاذتي. شوفي خدي بالك، المسح على الشراب الكلام كتير جدا فيه. عارفة. طب ايه السبب؟ لان احنا اصلا نوعيه الشراب اللي احنا بنلبسه مش النوعيه اللي اتكلموا عنها زمان. الموجود الخف، عارفه الحاجات الجلد يا اماني اللي هي بتبقى مثلا واحنا في العمره او كده بيتلبس علشان اللي هو المجلد كله. زمان كانوا بينفع التتابع عليه، حتى كتب الفقه تقول يجوز التتابع فيه، يعني تمشي بيه. فده اللي كان مقصود، ان هو يغطي لغايه العظمه وحاجات زي كده. وزي ما احنا كلنا عارفين احنا يجوز المسح عليه، و3 ايام للمسافر ويوم وليله للمقيم. الحاجات اللي معظمنا عارفينها. بس الاشكاليه في ايه بقى؟ ان احنا بقت عندنا الشرابات العاديه بتاعتنا دي، الفيليه. فبدا الناس يعني على الراي القدامى، على راي الفقهاء القدامى، مش هو ده اللي انا امسح عليه خلاص، المجلد فقط اللي هو بالجلد ده. طب دلوقتي نعمل ايه؟ احنا حاجه اسمها عموم البلوى. لو انا مش هقدر ان انا اجيب زي حاجه بتاع زمان. هل تقدري انت بخف جلد تمشي كده في الشارع دلوقتي؟ لا، هيبقى فيها صعوبه. فبدا العلماء يجتهدوا في حاجه زي كده، لان دي رخصه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فنعمل ايه؟ البعض قال لك طيب يبقى الشراب اللي هو السميك اللي هو ما ينفص منه الميه. والبعض من العلماء المحدثين، وده امر برضو معتبر، قال لك مطلق الغطاء. يعني ايه مطلق الغطاء؟ يعني اي حاجه غطت رجليكي سواء خفيف او تقيل. البعض اجاز الخفيف، مش بقول كل العلماء ودول المحدثين وليست القدامى، اجازوا المسح على الشراب الخفيف حتى الوالده بتاعنا وحاجات زي كده. والبعض خرج من خلاف الائمه، ودي بتبقى نوعيه من الائمه يا اماني بتخلي الواحد يعني يوفقوا بين الائمه، يعني بين ارائهم، بدل ما ياخدوا ينكروا واحد على واحد. فقال لك والله الضروره تقدر بقدرها. بمعنى ايه؟ انت مثلا يا اماني في سيدات بتقولك انا بشتغل في مكان حمام مشترك ستات ورجاله، وقد يكون في اماكن كتير على فكره حكوميه بيبقى تلاقي ممكن حاجه مشتركه تدخل يا دوبك تتوضى. هل يجوز بقى هي تقلع بقى الشراب وتعمل لابسه مثلا شراب خفيف؟ يجوز ان هي تمسح عليه. طب لو انا اقدر ان انا البس شراب تقيل خير وبركه. طب لو ما قدرتش خلاص مش مشكله ابدا، امسح على الشراب الخفيف. لكن لو قدرتي ان انت تقلعيه يبقى الاحسن طبعا والاحوط، لان هو ده الاصل يعني. وبدام مسحت عليه لازم اصلي بيه. هو ده لما تقلعيهوش، لو مسحتي عليه خلاص ما ينفعش تقلعيه. ما ينفعش يعني لو قلعتيه يبقى كده اتنقض وضوء عند بعض الائمه. البعض قال تغسل رجليكي بس، والبعض قال لك لا ينقض الوضوء تماما طالما بداتي تمسحي عليه. طيب ماشي اوكي. هل يجوز الاكل من الندر، من الذبح الندر؟ لا خالص لا يجوز. ولا القرايب الفقراء؟ لا القرايب، ما انت حسب نيتك بقى. انت عايزه تذبحي ليه؟ تقولي انا مثلا بندر علشان عملت حاجه للفقراء، فممكن تدي لاقارب الفقراء، لكن انت ما تاكليش منها خالص، ما كلش منها ابدا، تاخدي منها. طيب لو حاطه مبلغ في البنك وقف لله،
وبعدين احتاجته وسحبته ابقى اذنبت؟ طبعا الوقف لله، انت اوقفت شيء لله. مش مفروض يحصل كده الا للضروره. عند اجازه عند بقى عند الاحناف. بس خدي بالك الوقف ده دلوقتي لازم يخرج من ذمتك. انت بتوصليه لمكان لجهه معينه، واخده بالك ازاي؟ يعني الا انت لو انت نادره، لان الموضوع شائك. بمعنى ايه؟ انت هتخلي فلوس جنبك، يعني مثلا انت يا اماني حطيتي 100,000 في البنك، قلتي دول لله. طب ما هو لسه تحت ذمتك، ما اديتهمش الجهه، ما اديتهمش مثلا لمصر الخير ولا حاجه، لا انت لسه تحت ولايتك. افرضي لا قدر الله حد توفاه الله، ما هيورثوه، لا يبقى انت لو انت عايزاه وقف يبقى يخرج بره ولايتك خالص. مش عارفه، انا حسيت من سؤالها ان هي حطاه وقف، بس الريع بتاعه اللي بيطلع بتصرفه على يبقى ده ما يعتبرش وقف بقى، ده يعتبر ان هي نفسها بتتبرع بشيء. لان ما هو الوقف ده انت بتوقفي شيء لله سبحانه وتعالى، بتديه الجهه وما لكيش دعوه بيه. ما خلاص بقى انت حتى ما بتعمليش زكاه وخرج من ذمتك تماما. ده لله سبحانه وتعالى. فالجهه اللي انت بتديها لها هي بقى اللي بتنفق منها واخده بالك. لكن اللي هي المقصود لو انا فاهمه السؤال كده صح، يبقى هي بتتبرع بيه. تمام. الفلوس اللي بيطلع منها هعمله، فهي دي خلاص ليها مطر. الا لو كانت نادره، لو ندرت قالت والله الفلوس دي طول عمري هبقى انا مخليها لله، ماشي تعمل كده. طب دي احتاجت لها لازم تعمل كفاره اليمين. اوكي تمام. اللي احنا طبعا قلنا قبل كده ان النذر ممكن لو عايزه ترجعي فيه بتعملي زي كفاره اليمين. يعني اوكي. طيب اذا كان هناك اعتقاد بان الام توفت وهي غضبانه وزعلانه من ابنها، هل عقاب ربنا يقع على الابن ده واهل بيته من زوجه وابناء؟ لا طبعا، هو ربنا قال ولا تزر وازرة وزر اخرى، فهو الوالد. لكن هي النقطة ايه؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى قال لنا آية جميلة جدا: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لو هو موقن كابن ان هو امه غضبانة عليه، اقدر ان اطلع صدقة استغفر، وربنا سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح لكل الناس. الا ان لو هو يعني مصر على انه هو مزعلها وعايز هيروح عليه هو. لكن ربنا ليس وما ربك بظلام للعبيد. ما ربنا مش هياخد. طب انا مثلا الراجل ده زوجته ست يعني كويسه ولاده، طب هل تفتكر ربنا يظلمهم؟ يعني احنا كبشر مش بنعمل كده، ملك رب البشر. فلا طبعا لا، يعني الاذى بتاعه هيجي عليه هو يعني. بس صح. طيب استاذتي، هو احنا في الوضوء ينفع نتكلم؟ للضروره الافضل طبعا، اصل ده وقت انا بتهيأ بيه للقاء ربنا. دي عارفه يا اماني يقول لك ايه؟ المستقبح عرفا مستقبح شرعا. يعني ايه مستقبح؟ يعني درجه اقل من المكروه واقل من كذا. يعني مثلا احنا بنتكلم مع بعض، انت هتتكلمي مع والدك مثلا، او بتتهيئي تعملي حاجه لوالدك او كده، هل يصح ان انت تكلمي حد غيره؟ لا ما يصحش. انا بتكلم مع والدي او بتهيئ اعمل حاجه لوالدي عايزه اعملها على احسن ما يكون. حتى يقول لك في البتاع عشان عايزه اركز، صح ولا لا؟ حتى في العادي ما بالنا بقى انا بتهيأ للقاء ربنا. بس طبعا لا مانع من الضروره. مثلا بنتك بتكلمك بتقول لك على حاجه مهمه، هتردي عليها. ما ينفعش مثلا احط التليفون جنبي وبتكلم واحده صاحبتي وانا بتوضى. لا يصح يعني. لا يصح. مش هقول لك حرام والوضوء باطل، لا مش حد كده. الوضوء صحيح لكن مستقبح ان انا اعمل كده يعني. طيب الكتابه في المصحف يا استاذتي؟ الكتابة البعض قال لك لا، والبعض قال يجوز برضو للضرورة. ايه الضرورة؟ يكون مصحفك انت بس، انت المصحف اللي انت بتعمليه. ممكن تكوني بتحضري درس وبتبقي حابة تكتبي حاجة معينة تفكرك بآية معينة حاجة، يبقى الافضل يكون على الهوامش، والافضل يكون يعني بتاعك انت خاص بيكي، ما فيش حد يقرأ بعد يعني فيه، على اساس ان لو انت كاتبة كلمة تختلط الكلمة بالحاجة يبقى كده الافضل يعني حضرتك تقصدي لو انا في الحرم او في المسجد ما اخدش من المصاحف اللي بتبقى موجوده واكتب فيها؟ لا طبعا لا، مصحفك انت بس الخاص بيكي. والبعض قال لك قدسيه القران الكريم ما ينفعش انت ما تكتبي اي حاجه بره. يعني هي
كاداب التعامل مع المصحف. واخده بالك ازاي يا اماني؟ يعني في حاجات ما اقدرش اقول عليها حرام، ما اقدرش اقول كذا، هي اداب بس التعامل مع المصحف. الا ان اجاز بعض العلماء ان انا طالما على سبيل التعلم، على سبيل التذكره، ويكون خاص بيكي، ما بيبقاش خاص بحد تاني يعني. مش حطابه يعني، مش كل مثلا بفتح مصحف عندك في البيت الاقيه مكتوب فيه. لا، هو دايما بيبقى في المصحف اللي احنا بنروح فيه المسجد اللي بنحفظ فيه يعني. يعني ده لو خاص بيكي بس. يعني اقصد انت ممكن يا اما تكوني قاعده وبعدين تقولي ده فين مصحفي، طب هاخد ده في كاتبه، ما يبقاش المصاحف كده يعني كلها كده. صح، مظبوط. طيب، حكم نزول نقط بول اثناء العطس تبطل الوضوء ولو حصل اثناء الصلاه؟ خدي بالك حسب الحاله. يعني احنا عندنا كذا حاله. في حاله سلس البول. السلس العادي ده لا طبعا يعامل معامله معينه هو والمرض. يعني تعالي نتكلم عن سلس البول الاول. سلس البول انا هتوضى قبل كل صلاه، ماشي؟ طب افرضي نزل دلوقتي عليا وانا بصلي، ناشئ عليا، حتى لو انا نازل على هدومي ناشئ عليا، ما اطلعش من الصلاه. لا، عشان انا مريض اصلا، صح؟ نعم، عشان انا مريضه. طبعا ليس على المريض حرج. انا هتعامل معاه يعني. ما يجيش حد يحصل له كده يقول لك ده انا هدومي اتنجست، هو نازل بس. لا شيء عليا. طب اصلي السنن بيه، اصلي السنن بيه. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فانا هيبقى فيها نوع من انواع الاجهاد البدني والنفسي، ان انا كل شويه اطلع من الصلاه. طيب الحالة التانية، لا أنا ما عنديش سلس بول بس عندي برد. وساعات معظمنا في البرد بيحصل هذا الأمر يعني. طب يعمل إيه؟ عامله زي المريض بالظبط، طالما إن حاجة أنا مش متحكمة فيها. طب افرضي حد عادي بقى، جيتي انت مثلا عادي، انت واقفة كده الحمد لله ما عندكش أي حاجة ولا برد ولا حاجة، جيتي قطستي. أيوة. ونزل، لا طبعا تطلعي من الصلاة قولا واحدا، لان انت ولا عندك حاجه تقدر تخليكي قدستي عادي، العطسه بتاعتنا العاديه او كحيتي كحاجه، لا طبعا هتطلعي من الصلاه. اطلع من الصلاه. وبالتالي لو انا مش في الصلاه وانا متوضيه كده الوضوء راح. طبعا الوضوء طبعا. لو في حاجه نزلت على الهدوم، لان انت مش حاله مرضيه، انت حاله عارضه كده. وخاصة كمان الناس اللي هم بيبقوا مثلا في أماكن بره، قاعدة مثلا ظهر وعصر ومغرب، عايزة تصلي، مش عايزة تدخلي الحمامات بره، فممكن يكون في بعض المسالة بتبقى مليانة، فلو أي عطسة ممكن يحصل فعلا كده، لا هخرج من الصلاة فورا طبعا. طيب، أيهما أولى، أداء عمرة أم فك كرب لقريب محتاج؟ شوفي، هو حسب الفك الكرب ده. لو فعلا كرب شديد جدا، أولى طبعا أن أفك الكرب، لان العمره، وخاصه ان انا اكون مثلا في بعض مننا عملوا عمره قبل كده. واخده بالك ازاي؟ لان العمره هتبقى قاصره على استفادتها انا بس، لكن فك الكرب ده طبعا وحسب الفك. يعني مثلا واحد هيموت ويعمل العمليه، فطالع اديله طبعا، لكن حسب واحد مكروب ممكن لا عادي كرب، لا ممكن يعني بعد سنة يحصل كذا، يعني لو حسب نظرة الشخص نفسه. لو حاجة فعلا حقيقية، لا طبعا أفك كربه أحسن. طبعا. لكن لو حاجة عادية، لو حاجة وتقدر مثلا أي حد غيري ممكن هيساعده، عارفة إن حواليه ناس كده، يبقى أعمل أنا العمر. بعمل العمر. أوكي. موضوع مهم قوي يا أستاذتي، إهمال المرأة لنفسها في بيتها يعتبر إثم؟ بصي، مش كأقول لك اسم كاسم. وطبعا خدي بالك ما ينفعش يا اماني، زي ما فاكره لما قلنا اللي يسالك سؤال تساليه 10. يعني لو راجل بيقول على مراته اسم، هي اسمها لما مش بتتزين ليه؟ طب انت لازم تعرف هي مش بتتزين كده ليه؟ هل اهمال منها؟ هل انت مديلها كل موفر لها؟ هل يعقل ان واحده مثلا عندها 4 عيال يا اماني ومطحونه معاهم، ولا عندها حد بيساعدها، ويجي عايزها تبقى بالليل على سنجة 10 يعني؟ اكيد طبعا طب ساعدها، طب اعمل لا يعني. فاهمه قصدي يا اماني؟ ما يبقاش فيه الواحد بياخد الموضوع كده كعام، الا ان طبعا لو هي اهملت في هذا الامر متعمده، وان هي ما حسنتش في هذا الامر، يعني يعتبر تقصير منها في حق الزوج، لان من حقه عليها ان هو يعني يرى انسانه كويسه، وهي على فكره من حقها عليه برضه هي طبعا في صوره حسنه، في يعني واخده بالك ازاي. ولو هذا الشخص بص على واحده نقصا من زوجته اللي هي المفروض ان هي الحلال ليه، وطبعا ضعف منه مش المفروض يعمل كده، بس لو حصل حاجه هي تاخد ذنب يعني جزء من الذنب طبعا، لان في تقصير منها يعني.
يعني نقدر نقول الحاجات الاساسيات، النظافه حتى مش لازم تبقى على سنجة 10، ما بنقولش على سنجة 10 يعني. بس الحاجات حتى ده احنا ديننا دين نظافه. ايوه يعني حتى يا ستي هي ما ينفعش حتى تهمل وهي واقفه قدام رب العالمين سبحانه وتعالى. بالظبط كده، وحتى قدام رب العالمين قدام جوزها برضه. يا سنة الموضوع ده اساسا طبعا ما بالنا يعني ما بالنا بقى الشخص اللي هو قاعد معاها كده يعني. بالظبط، فهي دي النقطه بالظبط. طيب زوج الابنه يعتبر محرم؟ يعني ممكن تطلع معاه حج؟ طبعا خلاص بقى محرم عليها تحريم ابدي. فطبعا تطلع معاه الحج طبعا، تطلع فمحرم بالنسبه لها. ممكن تقعد قدامه بشعرها؟ طبعا بس طبعا احنا عارفين طبعا التعفف في الامور. طبعا يعني هتقعد بشعرها، لكن ما ينفعش مثلا تلبس لبس لا يليق. طبعا تقول لك ده زي ابني، حتى احنا ده حتى قدام الولاد كمان. يعني في حاجه يعني حاجه اسمها ادب الحياء. الحياء شعبه من شعب الايمان. في حياء انت ليكي ان انت تقعدي قدام جوز بنتك عادي، بس يعني مش اللي هو بشكل يعني مبالغ فيه يعني. صح مظبوط. عايزه اعرف بعض النقاط لاداب مجلس العلم. بصي، اداب مجلس العلم للعالم والمتعلم اصلا. للمتعلم ان انا احترام يعني المدرس بتاعي او الشيخ اللي انا قاعده قدامه او كده. عدم طبعا الكلام بشكل لا يليق، عدم الكلام في امور مش مستحبه. نظافه المجلس العلم دي لازم، ده من مستحبات الاغتسال لمجلس العلم. الانتباه، ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش الواحد ان هو يتشغل باي حاجه. يعني احترام للعالم. اما العالم فالمفروض ان هو منه الاخلاص التام، وان هو يكون قدوه. ما ينفعش انا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. ما ينفعش طالما انا تصدرت ان انا اكون مدرس لبعض الناس، يبقى لازم اكون انا قدوه، خاصه طبعا في العلم الشرعي يعني. فدي من بعض الاداب البسيطه يعني. طيب لو انا معايا بحوش فلوس وحطها في البنك، وهي طبعا يعني وصلت للنصاب وكده، وانا شايلها للحج، اطلع عليها زكاة؟ شوفي يا اماني، احنا بغض النظر عن انت شايلها لايه، للحج معاكي مبلغ لا بغض لتر انت معاكي مبلغ حال عليه الحول وبلغ النصاب هتطلعي عليه زكاه، سواء للحج لتعملي حاجه، لان لو كده احنا كلنا تماما مش هنطلع زكاه. صح ولا لا؟ اكيد الفلوس اللي انت حطاها دي تقولي والله هعمل بيها كذا، هجيب بيها شقه، يبقى معنى كده احنا كلنا مش هنطلع. فالفلوس اللي انا عندي دي حال عليا الحول بلغت النصاب، قولا واحدا نطلع عليها زكاه. طلع عليها زكاه. تمام. طيب هو انا ممكن اطلع الزكاه بتاعت السنه اللي جايه؟ يعني انا خلصت دلوقتي الزكاه بتاعت 2026 اللي فاتت، اللي هو رمضان اللي فات، ممكن اطلع بقى وانا في رمضان اللي فات ده اطلع بتاع السنه الجايه؟ ممكن جدا. سيدنا ورد عن سيدنا عثمان انه طلع سنتين قدام. يقيل هذا الامر. انت ممكن جدا يعني خلاص طلعتي الزكاه وقدامك حاله عايزه تساعديها، ممكن تطلعي من زكاه السنه الجايه، ما فيش ابدا اي مشكله. طيب جميل. المجلس الحزبي يا استاذتي، عارفه المجلس الحزبي اللي هو بتاع والولاد بيبقى ليهم فلوس في المجلس الحزبي وما بياخدوهاش الا لما بيتموا 21 سنه. ندفع لهم زكاه؟ لان المجلس الحزبي ما بيرضاش ان هو يطلع لنا الفلوس بتاعه الزكاه من الفلوس دي، فلازم انا اسدها من فلوسي ولا ما لهمش زكاه؟ بصي خدي بالك، الامر ده الحقيقه دلوقتي يعني انا اسمع يعني لسه في واحده كانت بتقول لي بنتها يعني زوجها توفاه الله والمجلس الحزبي وافق. انا بقدم ان انا اعمل مجلس الحزب ان انا يطلع على الفلوس دي زكاه، فالحقيقه هم وافقوا. هل بقى هي مثلا بتبقى لجان معينه عن لجان؟ الحقيقه يعني ما عنديش فكره قوي، بس اللي انا اعرفه ان دلوقتي قالت لي هم وافقوا ان احنا طلعنا عليها زكاه. طب افرضي ما وافقوش او افرضي انا ما عرفتش اوصل، الحقيقه الامر ده حاجتين، اما ان انا اطلع زكاه من فلوسي لتبرئه للفلوس ديت خلاص وخلاص، او ان انا مثلا لما يكمل، طب انا ما عنديش، لما يكملوا 21 سنه وياخدوا فلوسهم يطلعوا 2.5% في الحال على المبلغ كله. على المبلغ كله. اول ما اوكي. تمام، حلو قوي. ماشي. اخر سؤال يا استاذتي، ممكن اعتبار الضرايب من فلوس الزكاه؟ لا ما ينفعش. ليه بقى؟ لان الضرايب ديت
بتاخدها الدولة علشان تعمل لك خدمات. صح. طب الخدمات يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها منفعة مستمرة. يبقى المنفعة بتاعت الفلوس بتاعت الزكاة بتاعتك ضمنيا رجعت لك تاني. صح ولا لا؟ صح. انت مش المفروض ان انت تكون في منفعة متصلة. يعني انت افرضي عملوا كباري، طب انت هتمشي على الكوبري ده هتستفيدي منه. عملوا مش عارفة ما اجمالا، يعني اجمالا لينا كلنا، يعني مش لاماني نفسها، اجمالا للشعب. فانت كده المنفعه ايه؟ متصله. فما ينفعش تكون في منفعه متصله. فما لا يجوز طبعا. وبعدين خدي بالك بيدخلها الزكاه دي ليها مصاريف معينه. الضرائب ممكن يدخلها بينتفع بيها الغني والفقير. فما ينفعش ان انا اعتبرها من الضرائب. ما ينفعش. لا طبعا ما ينفعش خالص طبعا. يا خساره والله. بس هو ما ينفعش الحقيقه. هي ليها مصاريف معينه وليها امور معينه، والضرائب طبعا حاجه مختلفه. زي ما بقول لك بترجع لي المنفعه، ترجع لي انا المنفعه اجمالا يعني. خلاص اوكي. متشكره جدا جدا يا استاذتي، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. متشكره جدا. الله يخليك يا حبيبه قلبي. الله يخليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. ليه الضرايب مش من الزكاه؟